طبعا بنلاحظ اوقات كتير ان اطفالنا او اطفال غيرنا مش بيحبوا يشاركوا العابهم مع حد او بعض العابهم، يعني بيشاركوا لعبة بس لعبة تانية لا. بنبقى مش مستوعبين السبب قوي، ولكن تعالوا نسمع اسباب. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده بودكاست على قد علينا. دلوقتي عنوان الحلقه هو ليه احنا مش بنحب نشارك العابنا. انا هديكم مثال، زي مثلا انا كنت صغير، كان عندي 3 سنين، انا كنت لسه صغير معرفش يعني ايه مشاركه، وسليم ابن خالتي جه وانا كنت بنلعب انا كنت بلعب بالالعاب. هو جه بقى عشان عايز يلعب معايا طبعا، لكن انا كنت بقول له لا، يعني بحب الالعاب بتاعتي وعايز حاجه ان انا تكون ليا، زي مثلا لما فرشة اسنان انا بستخدمها وحد استخدمها بدالي، يعني حاجه تزعل. فزعلت وعيطت لما كان بيلعب معايا. بعد كده امي قالت لي خليه يلعب معاك يعني، وبعد كده خليته يلعب معايا، بس انا كنت متضايق من جوايا، يعني حاجه يعني لعبتي المفضله. لكن لما وصلت لسن الاربعه بقيت بقى اعرف يعني ايه مشاركه. لما ستيم جه تاني انا حرفيا يعني بقيت بيلعب معايا بألعابي وعادي، وهو كان بيلعب معايا بألعابه. طب انت يا احمد لما كنت مش بتشارك ألعابك تبقى ألعابك المفضلة؟ ايوه، زي انا مش فاكره اللعبه اللي هي عربيه كده بريموت بس سخنه. اول ما المسها تبقى سخنه، بابا بيقول لي ما تلمسهاش هي سخنه. انا ما لمستهاش، بلعب بيها وهم قاعدين بيتفرجوا عليا بالريموت. بت كنت بحاول لحد ما عرفت اللي انا اعملها واتحرك بيها، عرفت اللي بيعمل كده وحركات وبيمشي بيها وكده وبس. يعني قصدك ان انت بتقول يعني انت كنت بتلعب بالعربيه وهم كانوا بيتفرجوا عليك، يعني كنت بتلعب انت اللي فيها لوحدك، هم مش كانوا بيلعبوا معاك؟ هم كبار يا ابني، وانا لما قرايبي يجوا وانا معايا الكرة بلعبهم بالكرة من غير اي مشاكل ولا اي حاجة. يعني قصدك تفهمني ان لما قرابك يجوا انت مع الكوره، لما قرابك يجي انت بتيجي يعني بتلعبهم بيهم عادي؟ ايوه، هو لما قرايبك بيجوا معاهم العابهم بيلعبوك. قصدك يعني لما قرايبي بيجوا بألعابهم بيلعبوني؟ ايوه، هم بيلعبوني بألعابهم، بس في مرة انا كنت بلعب بألعابهم عادي، وانا كان معايا ألعاب زيادة، فكنت بشارك ألعابنا، انا كان بيلعبوني بألعابهم، بس في حاجات هم كانوا بيلعبوني بيهم، يعني حاجات خاصة، يعني ألعابهم مميزين، فاهمني؟ ألعابهم مميزين، يعني ألعابهم يعني هم بتاعتهم بس، لا مميزين بيرضوش يلعبوني معاهم. ايه هي الالعاب دي؟ زي مثلا عربية، زي مثلا سكوتر. يعني كتير بس مش فاكر منهم كتير، يعني ممكن اقول لك كذا حاجه. مثلا لا، ممكن كان عربيه ومسدس لعبه ومسدس خرز، وانا انا كنت جايب اللي هو استنى كده، هو خرز بيلعب مش عارفه اقولها مثلا. قصدك خرز بيلسع اللي هو بيضرب؟ ايوه فعلا. وكان برضو كان الالعاب اللي مردوش يلعبوني بيها كان الموبايلات. ليه بقى؟ عشان احنا اصلا متفقين ان احنا مش هنلعب على الموبايلات، احنا هنلعب بالالعاب. وكمان اصلا لما كان بيجي يلعبوا بالموبايلات كنت انا بالنسبه لما هما كانوا مش بيلعبوني بيها، عشان دي حاجه خاصه بيهم، عشان برضو انا ما معيش موبايل. طب انت شايف الصح نشارك العابنا ولا ما نشاركش؟ احنا من الصح ان احنا نشارك العابنا، وانتوا يا اصحابي شاركوا العابكم عشان دي حاجه حلوه. نشوفكم في حلقه جديده في البودكاست على تعالنا.
عالم الأطفال الصغير بيبقى عالم بسيط جدا بالنسبة للطفل الصغنن. لحد سن معين، من هو صغنن لحد سن معين بيبقى شايف ان العالم كله ملكه هو بس، لان الاهتمام بيكون ليه هو بس، فبيبقى فاهم ان هو ده العالم. ماما مش بتهتم غير بيه من وهو بيبي لحد سن معين. بابا بيلعب معاه كتير وبيقضي معاه وقت كتير. لما بيروح عند قرايبه بيبقى هو اللي بيتدلع وبيتلام معاه وكل حاجة. بيجيله ألعاب كتير، فبيبقى شايف ان العالم كله ملكه هو وبس. فلما يكون في طفل تاني مش بيحب ان الطفل ده يشاركه العالم ده، وإن كان بيظهر شوية عندنا في بعض الحاجات، فهو عند الأطفال بشكل كامل، لأن هما بيطلعوا يلاقوا كل الاهتمام ده، يعني تلقائيا كده السيستم عندهم بيفهمهم انه العالم كله ملكهم وليهم هما بس. لكن احنا بنبتدي لما يكبروا شوية شوية ويقدروا يستوعبوا الكلام بتاعنا، نبتدي نفهمهم انه في حاجة اسمها مشاركة، في حاجة اسمها حد تاني موجود، ان اهتمامي ممكن يبقى ليك ولغيرك، ليك والبابا، ليك ولاخواتك، ليك ولي انا نفسي اهتم بنفسي علشان اقدر اهتم بكل ده اصلا. فواحدة واحدة بنعلمه بندربه انه في حاجات تانية او معاني تانية اسمها مشاركة. علشان كده بيظهر في الاول ان هو يكون مش حابب يشارك حد العابه، او انه يكون بيشارك بألعاب معينة والعاب تانية لا. طب ليه؟ اللعبة اللي مش بيحب يشاركها دي في الغالب بتكون اكتر لعبة بيحبها، فمش بيحب حد يشاركه فيها لأسباب. ممكن يكسرها، ممكن لا دي هي بتاعتي لوحدي انا بس العب بيها، ايا كان سببه، لكن هو عنده اسباب. هل دي حاجة وحشة؟ لا، دي حاجة مش وحشة، ولكن احنا بالتدريج هنعلمه يعني ايه مشاركة، وانه الحاجة دي ممكن ما يحصلهاش حاجة، ولو حصلها حاجة هيحصل فيها تعويض، ولكن بيكون الاساس هنا في كونسبت المشاركة او في مصطلح المشاركة. فبلاش نتعنف على أطفالنا أو نزعق لهم لما نشوف التصرف ده بينهم، ولكن نتعامل معهم بهدوء. لو في عندنا ضيوف ومعهم طفل والطفل ده عايز يلعب باللعبة، وطبعا تحصل مشادة أو كده ما بين الأطفال، فاحنا ممكن ناخد الطفل ده بهدوء كده على جنب ونفهمه. لو ما فهمش في اللحظة يبقى نحاول نلاقي حل يرضي الطرفين، نجيب لعبة تانية هو ما عندوش مشكلة فيها في انه يشاركها يعني مع الطفل التاني ويلعبوا بيها، ونشيل اللعبة دي تماما من الأنظار، ونتعلم ان المرة الجاية اللي هيجيلنا فيها طفل نشيل اللعبة اللي ما يحبش يشاركها مع حد. لو كلمناه بعدها ولقينا ان هو رافض تماما يشاركها، حقه، هي بتاعته، لكن ما فيش مشكلة لما يشارك ألعاب تانية. لكن لو مش عايز يشارك ألعابه كلها دي هتكون مشكلة. احنا هنخيره، تعالى نختار الألعاب اللي ينفع تشارك بيها صحابك لما يجوا عندنا، والألعاب اللي انت مش عاوز خالص حد يشاركك فيها خلينا نشيلها وانت بس تلعب بيها، مفيش اي مشكلة. لكن لازم يبقى في مشاركة في حاجات تانية، او مهم ان يبقى في مشاركة في حاجات تانية، علشان انت كمان تلاقي لما تروح عند حد ان هم بيشاركوك بألعابك. وطبعا كونسبت المشاركة بالنسبة للألعاب ده هينطبق على حاجات تانية كتير، فضروري ومهم جدا ان احنا نعلمهم اساسا مفهوم المشاركة، وده بيبدأ من ألعابهم. فاحنا اتكلمنا النهاردة على الألعاب كأبسط مثال لأنها تنطبق على الأطفال، ولكن أي موضوع بنطرحه في حلقات البودكاست هي بس مثال لحاجات تانية كتير، وحاجات هيتعلموها من صغرهم لحد ما يكبروا. علشان كده احنا بنحاول معاكم في البودكاست ده نربي معاكم ونبني معاكم في الطفل، ونوعيكم بايه الطرق الامثل اللي نتعامل بيها مع الطفل ده بشكل خاص، لان الاطفال مختلفين وكل واحد ليه مدخله المختلف، وان كانوا بيشتركوا في بعض الحاجات، بس لكل طفل حاجة معينة بتميزه او طريق معين ينفع ندخله منه. علشان كده احنا عاملين البرنامج ده للأطفال يقدروا يعبروا فيه عن نفسهم بشكل اكتر، ويعبروا عن احتياجاتهم ليكوا، علشان تقدروا تفهموهم بشكل اعمق، وكمان تقدروا تعرفوا ازاي توصلوا لهم، وبالتالي التواصل ما بينكم يكون افضل واحسن. فاسمعوهم بقلبكم وعقلكم علشان تفهموهم، وعلشان تبنوا جسور اكتر ما بينكم، والحب كمان يزيد ما بينكم. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.